السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ أتمنى تكونون بألف خير. اليوم راح نشرح لكم توزيعة كاي لينكس بشكل مفصل ونعلمكم عليها وعلى أهم الأوامر الخاصة بها. هسه راح نبدي نشرح أهم شيء اللي هي الواجهة الخاصة بالنظام. هسه أول ما تشغل كاي لينكس راح تطلع لك هاي الشاشة وهي شاشة تسجيل الدخول. منها راح ندوس لوجين إن. تمام، هنا يدخلنا. بعد ما نسجل دخول راح تطلع عندنا واجهة كاي لينكس الرئيسية. بالبداية يمكن تحسها غريبة أو صعبة لأن ما متعود عليها، متعود على الويندوز. بس صدقني بعد كم يوم راح تعرف كل شي بيها. خلينا نبدأ من الأعلى اللي هو من شريط المهام. هذا اللي تشوفوه يسمى شريط المهام. من هنا تقدر تشوف البرامج المفتوحة والوقت والتاريخ وحالة الإنترنت والصوت. هنا همين تقدر تطفي الجهاز. تمام، من هنا نقدر نبدل بين السويتش الخاصة بالأنظمة الخاصة بينا. تمام. هسه نجي على أهم مكان بالنظام اللي هو قائمة التطبيقات. من هاي تسمى قائمة التطبيقات، من خلالها راح نلقى التولز اللي نحتاجها. تمام. إذا نضغط عليها راح نلقى كل البرامج الخاصة بالنظام موجودة هنا. يعني إذا تريد تفتح المتصفح أو مدير الملفات أو الإعدادات أو أي برنامج ثاني، كلها الموجودات بهاي القائمة. بعدها عندنا مدير الملفات اللي هو هذا الهوم. هذا المكان اللي راح تلقى بيه كل ملفاتك. إذا نزلت ملف مثل الإنترنت راح يروح غالبا داخل مجلد الداونلود. هذا المجلد إذا نزلت من الإنترنت شي راح يروح هنايا. تمام. واذا خليت ملف على سطح المكتب راح تلقاه داخل الديسكتوب. هسه هذني الملفات محطوطات بقسم الديسكتوب اللي على سطح المكتب. يعني كل ملفاتك من هنا تقدر ترتبها وتنقلها وتحذفها اذا احتاجية. هسه نجي على اهم برنامج بالنظام كله اللي هو تيرمينال او السي ام دي. هو ناس اول ما يشوفوه يخافون منه، بس بالحقيقة هو بسيط جدا. مجرد ما تفهم اوامره الاساسية راح تعرف تستعمله. هو مجرد مكان نكتب بيه أوامر حتى نتعامل ويا النظام بكل اختصار. مثلا احنا شلون ما نقول قاعد نحكي ويا النظام بلغة خاصة، راح نكتب لكم فد أمر بسيط اللي هو PUD. راح يعرض لنا المسار اللي احنا موجودين بيه حاليا. هسه انا بعد مداخل باي مسار موجود بمسار الهوم كالي. تمام. هذا الامر طلع لك مكانك الحالي داخل النظام مثل ما قلنا. مثل اذا طلع لك هوم كالي فانت داخل المجلد. يعني بعدك بالبداية، يعني بعدك كل شيء ما مسوي. تمام. هسه راح نكتب لكم الامر ls راح يعرض لنا الفايلز اللي موجودة. هذا الأمر يعرض الملفات والمجلدات الموجودة بالمكان اللي أنت واقف فيه. إذا تريد تمسح هاي كل الكلام اللي كتبناه بالطرفية اكتب clear. راح نكتب clear. مسح لنا كل شي كان كتبناه وكل شي نفذناه. النوب اللي بعده الأمر tree. خلينا نكتب لكم tree TREE. راح يعرض لنا كل الملفات اللي موجودة داخل النظام على شكل شجرة. تمام. وبهذا الفيديو نكون اخذنا الجزء الاساسي داخل كاي لينكس وتعرفنا على اهم الاماكن اللي راح نستخدمها بشكل يومي. اذا استفدت من الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لي بالتعليقات شنو الاداة او الموضوع اللي تريدني اشرحه بالفيديو الجاي. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.